باغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أي روح وفؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. أنتقل إلى جزئية في تعاليم نبي الإسلام لأنها تدخل أيضا في إطار أشرف خلق الله أم لا. هذه الجزئية أنا أقرأها من صحيح البخاري. هذه الجزئية وحسب ما أنا فهمت أنك تعيش ربما في بريطانيا وأنت تعرف الأصدقاء الشاب يصادق فتاة ليس بزواج ولا بعقد وإنما يعيشون هكذا وهذا مرفوض من الإسلام ومن المسيحية. لكن هل تتخيل عزيزي الشيخ إدريس أن هذا الأمر هو من إحدى تعاليم نبي الإسلام؟ صحيح البخاري كتاب النكاح حديث رقم 4725 أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا. تخيل الأمر البغيض الذي تقول عنه أنت اليوم بأنه زنا قننه نبي الإسلام وأعطاه كمنهج للصحابة ومارسوه حتى عصر عمر بن الخطاب كما هو وارد في صحيح مسلم. السؤال هل هذا التعليم يجعلنا نقيم من وضعه بأنه أشرف خلق الله؟ هذا يدخل في صميم تعاليم نبي الإسلام. الأستاذ وحيد دندن حول هذا الحديث محاولا التدليس على المشاهدين وإيهامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الرذيلة بين الناس بهذا الحديث. إن شاء الله هنبين بطلان هذا الادعاء ونفنده بإذن الله سبحانه وتعالى بالأدلة والبراهين. ولكن قبل الرد والبيان أحب أن أقول أن الأستاذ وحيد ذكر أن المدعو إدريس ربما يعيش في بريطانيا التي يمارس فيها فعل الزنا الذي ضرب به وحيد المثال. ولعل الأستاذ وحيد لا يدري أن بريطانيا دولة مسيحية. يعني الدولة يا أستاذ وحيد اللي حضرتك ضربت بها المثال في الزنا والدعارة دولة مسيحية. فهل الأستاذ وحيد تقدم بالنصيحة والنصح للمسيحيين الزناة في بريطانيا ليكفوا عن الفاحشة والزنا؟ نجيب له الأول الدليل أن بريطانيا دولة مسيحية من موقع اليوم السابع الإخباري، والذي يعترف رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون في هذا الخبر أن دولته دولة مسيحية. وادي الخبر أمام حضراتكم على الشاشة، ادي جريدة اليوم السابع. ديفيد كاميرون يقول بريطانيا دولة مسيحية ولا يجب أن نخجل من قول ذلك. الخبر يقول قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة إن بلاده دولة مسيحية وعلى ساكنيها ألا يخجلوا من أن يقولوا ذلك. خد بقى من الهدية دي يا أستاذ وحيد. ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا المسيحية اختتم كلامه بقوله أريد فقط أن أوضح أن الإنجيل ساعد بريطانيا في ترسيخ عدد من القيم والأخلاق التي جعلت بريطانيا على ما هي الآن. طيب نستفيد ايه من الكلام ده؟ نستفيد من كلام كاميرون ان بريطانيا بسبب الانجيل وصلت للي هي عليه دلوقتي. والاستاذ وحيد لما ضرب المثال في الزنا والدعارة ضرب المثال ببريطانيا. فهل يعترف الاستاذ وحيد ان الانجيل هو السبب في الزنا والدعارة وكثرة الفواحش التي انتشرت في بريطانيا بهذه الطريقة؟ واحب اوجه سؤال للاستاذ وحيد، هل الزنا والدعارة اللي انت اعترفت بنفسك انها تحدث في بريطانيا من نتاج القيم والأخلاق التي وردت في أناجيلكم التي جعلت بريطانيا على ما هي عليه الآن؟ خصوصا وإن الأب متى المسكين اعترف أن الآباء الأولين كانوا يحذفون قصة المرأة الزانية من إنجيل يوحنا لأنهم وجدوا أن هذه القصة في إنجيل يوحنا في كتابكم تشجع على الانحلال الخلقي. وادي شرح إنجيل يوحنا أمام حضراتكم على الشاشة للأب متى المسكين. هنفتح صفحة رقم 509. الأب متى المسكين بيقول إيه؟ ويكشف هؤلاء الآباء
عن سبب غياب هذه القصة اللي هي قصة المرأة الزانية في إنجيل يوحنا، عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأخرى هو خوف الآباء الأوائل من استخدام هذه القصة كمشجع للانحلال الخلقي، مما حدا بهم إلى حذفها من بعض المخطوطات. نستفيد إيه من الكلام ده؟ نستفيد إن الأب متى المسكين بيعترف إن آباء المسيحية وعلمائها الأولين كانوا بيحذفوا قصة المرأة الزانية من المخطوطات عشان كانوا شايفين إن القصة دي هتشجع أبناء الكنيسة على الانحلال الخلقي والزنا والفاحشة. طيب هل يجهل الأستاذ وحيد إن أقل المجتمعات في نسبة الجريمة والزنا على مستوى العالم هي المجتمعات الإسلامية، وإن أكثر المجتمعات التي تحدث فيها الفواحش والزنا هي المجتمعات المسيحية، بل يفعل الزنا في داخل الكنائس، وليس القديس برسوم المحرقي صاحب فضيحة كنيسة أسيوط منكم ببعيد. طيب نرد على الشبهة التي أثارها وحيد وأقول وبالله التوفيق. هذا الحديث الذي استدل به وحيد رواه البخاري تحت باب النكاح. النكاح أي الزواج. كلمة النكاح أول ما تطلق في اللغة إنما تنطبق أول ما تنطبق على الزواج، ووحيد نفسه اعترف إن البخاري روى هذه الرواية تحت باب النكاح اللي هو الزواج. صحيح البخاري كتاب النكاح. تعالوا نفتح كتاب المعجم الوجيز من إصدار مجمع اللغة العربية صفحة رقم 633. يقول: نكح المرأة نكاحا أي تزوجها، وأنكح المرأة فلانا أي زوجها إياه. يعني فلان أنكح فلان ابنته يعني زوجه ابنته. تناكح القوم أي تزاوجوا. استنكح المرأة أي طلب أن يتزوجها، والناكح هو المتزوج. نضرب مثال من القرآن الكريم إن لفظ النكاح حينما يطلق ينطبق أول ما ينطبق على الزواج. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في سورة الأحزاب في الآية 49: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أي عاقل سيفهم من هذه الآية الكريمة أن كلمة النكاح تعني الزواج. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى تكلم عن الطلاق بعد هذا النكاح. طيب بالعقل كده إيه الشيء الوحيد اللي الطلاق ممكن يجي بعديه؟ أكيد الزواج. ممكن يحصل زواج وبعد كده يحصل طلاق، لكن ما فيش حد هيطلق لأنه زنا. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الطلاق بعد ذكر النكاح اللي هو الزواج، ثم قال من قبل أن تمسوهن. يعني لو واحد تزوج واحدة كتب عليها اللي احنا بنسميه في مصر كتب الكتاب، يبقى كده بقت زوجته. حصل طلاق لمشكلة من المشاكل لأي سبب من الأسباب من غير ما يحصل جماع، في هذه الحالة ليس لكم على هذه المرأة من عدة. تعالوا نفتح مع بعض تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله، طبع الدار طيبة، في الجزء السادس صفحة رقم 439، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إلى آخر الآية. الإمام ابن كثير بقى بيقول إيه؟ هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده. إطلاق النكاح على العقد، على الزواج، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها. يبقى أول ما يتبادر إلى الذهن من لفظ النكاح هو الزواج. يبقى الحديث اللي ذكره وحيد ده داخل تحت باب إيه؟ باب الزواج. طيب دي أول نقطة. ثانيا هذا الحديث منسوخ، والأستاذ وحيد الأمين المحترم لم يبين للناس أن هذا الحديث منسوخ. أمام حضراتكم دلوقتي صحيح البخاري طبع الدار ابن كثير صفحة رقم 1304 حديث رقم 5119. حديث أمام حضراتكم: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا. في آخر الحديث قال أبو عبد الله اللي هو البخاري: وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. الجزئية دي حذفها الأستاذ الأمين وحيد. طيب فين خبر النسخ؟
تعالوا نطلع فوق على الحديث رقم 5115. أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الحكم. حتى اسم الباب اللي تحته الحديث اللي جابه وحيد بيقول ايه؟ باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. يعني خلاص الحديث منسوخ، هذا النوع من الزواج لا يجوز لمسلم أن يقوم به. ثالثا الإمام ابن حجر العسقلاني وهو من أعظم شراح صحيح البخاري قال معلقا في فتح الباري طبع الدار طيبة جزء 11 صفحة رقم 417 قوله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة. يعني إيه؟ يعني تزويج المرأة ده اسمه زواج. إذن زواج المتعة زواج شرعي مثله مثل الزواج العادي، وكان مأذونا به في وقت معين ثم نسخ. طبعا في بعض الفروق بين زواج المتعة وبين الزواج الشرعي سنبينها الآن، ولكن الأصل أنه زواج شرعي. رابعا وهو بيت القصيد، هل الأستاذ وحيد يعتبر زواج المتعة نوعا من الزنا؟ طبعا أنا لا أتحدث عن زواج المتعة عند الشيعة الرافضة، وإنما أنا أتحدث عن زواج المتعة الذي كان في صدر الإسلام مباحا ثم انتهى ونسخ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أوجه بعض الأسئلة إلى الأستاذ وحيد لعله يجاوب عليها. 1. هل من يريد الزنا بامرأة يذهب إلى وليها أبيها أو أخيها ليطلب منه الزنا بابنته أو بأخته؟ ما حصلش. ما فيش حد بيروح يزني بيروح لولي المرأة الأب أو الأخ ويقول له والله أنا عايز أزني بأختك أو ببنتك، ما حصلش. السؤال الثاني، هل الزنا يا وحيد يلحق فيه الولد بأبيه؟ لا. أما في زواج المتعة فالولد يلحق بأبيه. السؤال الثالث، هل الزاني يزني أمام الناس أم أنه يزني في الخفاء؟ طبعا بيزني في الخفاء، لكن زواج المتعة كان معلنا للناس بدليل حديث صبر الجهني أنه قال وروى للصحابة أنه تزوج من هذه المرأة أمام الناس وكان الناس يعلمون ذلك. إذن فزواج المتعة كان معلنا للناس وليس مخفيا مخبئا كالزنا. السؤال الرابع، هل الزنا يجب فيه على الزاني أن يدفع مهرا للزانية ولا يأخذ منه شيئا؟ واجب يعني على الزاني؟ على عكس ذلك في زواج المتعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ليه؟ لأن ده مهر لا يجوز للزوج أن يأخذه من زوجته. السؤال الخامس، إذا أراد رجل ما أن يزني بامرأة هل يخطبها أولا؟ طبعا لا. ليه؟ لأن الخطبة تكون تمهيدا للزواج. والحديث في صحيح مسلم لما ذهب صبرة الجهني ليتزوج من هذه المرأة قال إيه؟ قال فخطبناها إلى نفسها. خطبناها إلى نفسها يعني لما راح يتزوجها زواج المتعة راح يخطبها. وفي حد بيزني بيروح يخطب؟ طبعا ممكن في المسيحية وعند الأستاذ وحيد ممكن، دي حاجة تخصه هو، لكن عندنا احنا لا. السؤال السادس، هل الزنا يشترط فيه ألا تزني الزانية بأكثر من رجل؟ لا، الزنا عند الزنا الدنيا عندهم مفتوح. أما الرواية في حديث صبرة قالت أن المرأة تزوجت رجلا واحدا فقط من الرجلين اللذين ذهبا ليخطباها. ولو كان هذا نوعا من الزنا فما الذي يجعلها تكتفي برجل واحد؟ هل يخرج الزاني على الناس ليخبرهم أنه زنى بفلانة؟ طبعا لا. ومعلوم أن كل قاعدة لها شواذ، ولكن الصحابة الذين تزوجوا زواج المتعة خرجوا على الناس ليتكلموا بهذا ليقينهم أنهم يتزوجون زواجا شرعيا لا إشكال فيه على الإطلاق. دي بعض الفروق بين زواج المتعة وبين الزنا. بعدها انت قلت ان الصحابة رضي الله عنهم مارسوا هذا النوع من الزواج إلى زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا كذب. لأن بعض الصحابة بعض من الذين لم يبلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم فقط الذين فعلوا ذلك وليس كل الصحابة. والكلام ده معناه ان ممكن صحابي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أباح فيه شيئا ما، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور،
ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أولا نهى عن زيارة القبور. لو جينا احنا لأي صحابي بعد ما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور وقلنا له تعالى زور معنا القبور، هيقول ايه؟ هيقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهيفضل هذا الصحابي يعمل بالنهي لغاية لما يوصلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذه الزيارة للقبور مرة أخرى. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن النهي نفسه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالى على الحديث في صحيح مسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، اللي هو زواج المتعة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. اللي عنده أي زوجة متزوجها من هذا النوع من الزواج يخلي سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وبعدها أنت بتقول هل هذا التعليم يجعلنا نقيم من وضعه أنه أشرف خلق الله؟ طبعا أنت من وجهة نظرك أن المفترض أن اللي يستحق لقب أشرف خلق الله ده يكون مثلا اللي كتب الكتاب المقدس، أو يكون الإله اللي أنت بتعبده، صح؟ أمال اللي طلع لنا نشيد الإنشاد ده نقول عليه إيه؟ أنا لم أقرأ في حياتي كلاما إباحيا زي نشيد الإنشاد وكلام سفر حزقيال صراحة. وده مش رأيي لوحدي، ده رأي الأب متى المسكين نفسه. تعالوا نفتح كتاب النبوة والأنبياء في العهد القديم للأب متى المسكين، صفحة رقم 226. بيقول ايه الأب متى المسكين على نصوص سفر حزقيال؟ بيقول: وسوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها. خد بالك، القارئ المتحفظ المحترم زي حالاتي مثلا هيتصدم لما يقرأ اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها اللي موجودة في سفر حزقيال. وفي صفحة رقم 227 الأب متى المسكين بيقول: 24 أصحاحا يفتتح بهم حزقيال نبوته عليهم فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان. يعني النبي حزقيال افتتح نبوته بكلام، الكلام ده في كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان. طبعا انت من وجهة نظرك ان اللي يطلع لنا سفر حزقيال ده يبقى هو ده كده أشرف الأنبياء والمرسلين، صح كده؟ طب أنا عايز أسألك سؤال، اللي يعمل العمل اللي أنا هجيبه لك دلوقتي ده تسميه إيه؟ ده سفر صموئيل الثاني أمام حضراتكم على الشاشة، أصحاح 16. النبي داود كان في مشاكل بينه وبين ابنه أبشالوم، فأبشالوم سأل أخيتوفل: إيه رأيك أعمل إيه؟ أخيتوفل نصحه بالنصيحة التالية، قال له: ادخل إلى سراري أبيك، النساء ملك اليمين بتاعت أبوك اللي أبوك تركهم لحفظ البيت، ادخل عليهم، اذني فيهم يعني، فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مكروها من أبيك، فتتشدد أيدي جميع الذين معك. فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح، ودخل أبشالوم إلى سراري أبيه أمام جميع إسرائيل، قدام الناس، يعني حفلة جنس جماعية أمام الناس كلهم، قدام بني إسرائيل كلهم. طيب عايزين تفسير، هات لنا تفسير يا أبو عمر. تعالوا نفتح كتاب السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم، ده الجزء الرابع، والتفسير ده اللي عمله أفاضل اللاهوتيين، يعني أكابر العلماء في المسيحية، صفحة رقم 184. شوف بقى أفاضل اللاهوتيين بيقولوا إيه: وإذ قام أبشالوم على أبيه واضطجع مع نسائه أمام جميع إسرائيل. بيفسر بقى النص المصيبة ده بتاع حفلة الجنس الجماعية دي، بيقول إيه: وهذه المصائب هي عمل الرب. يعني المصيبة اللي عملها أبشالوم دي، الكارثة دي لما زنى بنساء أبيه النبي داود، دي عمل الرب للتأديب. يعني الرب عشان يأدب داود خلى ابنه يزني بكل نسائه اللي سابهم عشان يحفظوا البيت. الغريب في الموضوع واللي شد انتباهي جدا ان النص رقم 23 بيقول ايه؟ بيقول: وكانت مشورة أخيتوفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله. يعني ايه بقى ان المشورة دي عاملة زي اللي بيسأل بكلام الله؟ وفي الترجمة العربية المشتركة صفحة رقم 393 ترجمة النص ازاي؟ بتقول: وكانت نصيحة أخيتوفل في تلك الأيام كما لو كانت من عند الله، كما لو كانت من عند الله. يا ريت الأستاذ وحيد يفسر لنا ازاي نصيحة أخيتوفل كانت كما لو كانت من عند الله. ننتظر رد من الأستاذ وحيد، ويا ريت يقول لنا رأيه ايه في المصيبة
اللي عملها الرب اللي هو بيؤمن بيه في بيت النبي داود.